طلاب أولى إعدادي، أهلا بيكم. معاكم مستر فادي ويا رب تكونوا بخير. معانا سؤال مهم هنا بيقول لي ثلاثة أمثال العدد 3 أس 5. هو نقط ومديلك اختياري 3 أس 4 ولا 3 أس 6 ولا 9 أس 5 ولا 3 أس 15. هنا بيقول لي 3 أمثال العدد 3 أس 5، معناها 3 أس 5 3 أمثاله، يعني هضربها في كام؟ في 3. خلاص كده في الضرب عندي بجمع الأسس، هاخد أساس واحد اللي هو مين؟ التلاتة. هجمع الأسس 1 و5 6، هيبقى الإجابة عندي 3 أس 6. في الضرب عندي بجمع الأسس. تعال نشوف سؤال تاني. هنا بيقول لي ما قيمة 2 أس 3 في 2 أس -5 على 2 أس 6 في 2 أس -3. هنا هعمل ايه؟ هخلص البسط وحدي والمقام وحدي. هنا هاخد أساس واحد وأجمع الأسس. 3 ناقص 5 يعني هيديلك كام؟ -2. بقى في الضرب بجمع الأسس، 3 وسالب 5 أو 3 زائد -5 هيديلك -2. طيب تحت هاخد أساس واحد. يلا هجمع 6 زائد -3 أو 6 يعني أشيل منها 3، هيفضل لك كام؟ 3. هاخد أساس واحد اللي هو 2، هطرح هنا عن قسمة، عندي في القسمة بطرح الأسس، هيبقى -2. خلاص ناقص كام؟ ناقص 3 هيساوي 2 أس. -2 ناقص 3 هيديلك -5. خلي بالك من السؤالين دول سهلين ومهمين خالص.